النهارده مع الجزء الثالث من سلسلة حلقات بطولات منتخب مصر في أفريقيا، واللي هنتكلم النهارده عن بطولة 2006. بطولة 2006 كانت على أرضنا، ومع إنها كانت على أرضنا بس ما كناش مرشحين ناخدها، لأن ساعتها منتخبنا كان في مرحلة انتقالية مع مدرب جديد وهو الكابتن حسن شحاتة، وجيل جديد معظمه من شباب 2003 مع شوية عناصر خبرة. كان منتخب مصر ساعتها داخل البطولة ب3 محترفين بس، هم ميدو وأحمد حسن وأبزار السقا، والباقي لعيبة الأهلي والزمالك، ومعاهم كابتن حسام حسن اللي كان عنده ساعتها 39 سنة، بس دي كانت آخر بطولة ليه، ووجوده مجرد تكريم لمشواره الكبير مع منتخب مصر. مباراة الافتتاح كانت قدام ليبيا، وده كان ماتش سهل، وسجلنا أول هدف في الدقيقة 18 من ركنية رفعها اللاعب محمد عبد الوهاب الله يرحمه عشان يسجلها أحمد حسام ميدو. والهدف الثاني كان عن طريق تريكا من فاول ومحطوطة بطريقة حلوة جدا. والهدف الثالث بعد ما جات لنا ضربة جزاء شاطها ميدو واتصدت، راح مكمل عليها أحمد حسن الصقر. ماتشنا الثاني كان مع عودتنا المغرب، الماتش ده ضيعنا كتير قوي بس كالعادة تعادلنا برضه. انت عيل بيض. ونيجي بقى لاقوى ماتش في المجموعه قدام كوت ديفوار، قدام فرقه مليانه بالنجوم ابرزهم دروجبا، بس احنا عملنا ماتش تقيل وكسبنا 3-1. متعب جاب جولين، منهم الجون الثاني اللي كان هيجيبه حسام حسن بس فلتت منه وجابها متعب، بس حسام حسن عمل حركته الشهيره ومسك راسه وزعل ونسي يفرح لمتعب. الهدف الثالث من احلى اهداف البطوله، من اسيست عالمي من حسام حسن ويجيبها تريكا برجله الشمال ويحرز هدف عالمي. وصعدنا بعديها الربع النهائي عشان نقابل منتخب الكونغو، وده كان اسهل ماتش في البطوله وكسبنا 4-1. الهدف الاول كان عن طريق احمد حسن، والتاني اخيرا للعميد حسام حسن، واللي يعتبر الهدف ده تكريم مع منتخب مصر، والتالت كان لمتعب، والرابع جابه احمد حسن برضه. وصلنا ربع النهائي وقابلنا السنغال، وجبنا الهدف الاول عن طريق احمد حسن، والسنغال اتعادلت معانا في اول الشوط الثاني، وفاضل ربع ساعه والماتش يروح مننا، وكابتن حسن شحاتة بيحاول يلاقي حلول. وساعتها حصل موقف من اغرب المواقف اللي حصلت في تاريخ مصر، وهو ان ميدو ما كانش عايز يطلع، وكان شكلنا وحش ساعتها قدام العالم. وميدو بعديها قال اللي هو ندم على الحركه دي، بس بعد ايه؟ لانه ما شافش المنتخب بعدها تاني. بس بعد الحركه دي بدقيقتين يحصل الاغرب، وعمرو زكي اللي نازل مكان ميدو يحرز هدف الفوز من اول لمسه. وللعلم حسن شحاتة من اكتر الناس المحظوظه في قراراتها، وربنا بيوفقه على طول فيها، بس كان شكل ميدو ساعتها قدام الناس حاجه محرجه جدا. انا واخد فيها، انت خدت فيها. وصلنا النهائي عشان نلاعب كوت ديفوار تاني. الماتش كان متوازن ما بين الفريقين، وخلص الوقت الاصلي ورحنا للوقت الاضافي، وخدنا ضربه جزاء بصراحه ما كانش فيها حاجه، وبركات نفسه اعترف بكده، بس ضيعها احمد حسن في القائم. ورحنا لضربات الترجيح، وكان الحضري متألق جدا وصد ضربتين. ومن طرائف الماتش ده ان ابراهيم سعيد كان قال لحسن شحاتة ان الماتش لو وصل لضربات الترجيح يطلعه بره، لانه مش عايز يلعبها عشان خايف يضيع. المهم كابتن حسن شحاتة ما طلعهوش، راح ابراهيم سعيد في الشوط الرابع راح واقع واتغير، ونزله عبد الحليم علي عشان يشوط بداله، بس راح مضيع برضه. الله عليك، احسنت يا ابني والله. بس الحمد لله كسبنا البطوله بعد ما ابو تريكه احرز الاخيره. ومن الطرائف برضه ان ابو تريكه ما كانش يعرف ان دي الاخيره، دي مذكوره في القران يا ابني. ودي كانت البطوله الخامسه لمصر، والاولى لكابتن حسن شحاتة، وكانت بدايه لاكتساح افريقيا. وبعد ما كسبنا بطوله 2006 في ارضنا، قالوا على حسن شحاتة انه محظوظ وكسب عشان عامل الحظ والجمهور، وقالوا صدفه ومش هتتكرر اكيد. والمره دي في 2008 مش هنكون مرشحين، واخرنا هنخرج خروج مشرف قدام المنتخبات القويه دي. بس كابتن حسن شحاتة بيحب التحدي، ومع لعبته في بطوله 2008 ركب فرق البطوله حرفيا. هركبه والف بيه مصر كلها عشان كل المصريين يشوفوني بعينيهم وانا راكبه. وده اللي هنشوفه الحلقه الجايه باذن الله. وكونك انك وصلت لغايه هنا يبقى الحلقه عجبتك، ما تنساش اللايك والكومنت والشير، واستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله. كان معكم اسلام اوتاكا وبرنامج باكورد. السلام عليكم.